السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم حبيباتي في قناة لمستي الذهبية. ان شاء الله هذا الفيديو هذه تلقاكم كاملين مهنيين حبيباتي في اطار تحضيرات رمضان. نقول لكم رمضان كريم ودخلوا علينا وعليكم ان شاء الله بصحة والهنا. هنايا انا عندي اليوم 3 طرق راح نخبي بها الثوم الطماطم والدبشة. والمهم هذا الطرق هذو تقدروا تستعملوهم حتى في الايام العادية بدون رمضان، يعني سهلين وما يديوش منكم وقت طويل. انا هنا عندي مقدار الكافي من او المقدار اللي حابه نخبيه من الثوم، زيت الزيتون، وعندي الملح. بالنسبه للثوم فانا غسلته نقيته نحيت له جميع الشوائب اللي فيه. راح نحكم البوتي بلاندر هذا ولا الطاس تاع الروبو. ديروها البنات في هذا الطاس باش يترحل لكم مليح، باش يعطيكم نتيجه مليحه، والثوم نتاعكم يرجع لكم كومين بات ولا كومين بيوري. كما قلت لكم نحطوا هذا الثوم هذا كامل ونحط عليه قرابه نصف كاس من زيت الزيتون. وهنا زيت الزيتون المهمه نتاعو انه يسهل عليكم الرحي نتاع هذا الثوم هذا. اما بالنسبه للملح فهو حافظ، هو اللي راح يحفظ لكم هذه الثوم هذه وخليها ما تخسر لكمش او ما تفسد لكمش يا البنات. بالنسبه للثوم فانا درت تقريبا ملعقه صغيره، مهم عيني هي ميزاني. هنايا قلت لكم راح نرحيها وبعدين نخبيها على طريقتين، النصف نديرو في المجمد والنصف الاخر نديرو في الثلاجه فقط. بعد ما رحيتها يا البنات شوفوا كيفاش خليتها رجعت لي كومين بيوري كما راكم تشوفوا، مرحيه مليح ما فيها حتى يعني حبيبات. انا هنا عندي زوج غيسيبيون. الاول غيسيبيون هو زجاجي اللي هو اللي حنخبي فيه في الثلاجه، معقم. عقموه يا البنات، يعني غلوه في الماء وحطوه حتى يستقطر لكم وينشف مليح، وبعدين تقدروا تستعملوه في التخزين. كما انا هذا الكاس هذا راه كاس تاع الموطار ديال البنات ونخبي فيه، يعني لما يخلص لي الموطار ما نطيشوش، يعني ما نرميهش ونبقى نستعمل فيه في هذا في الثوم في عده استعمالات اخرى. هنايا تحكموا الثوم وتحطوه في هذه العلبه هذه زجاجيه، وبواسطه الملعقه رصوه مليح يا البنات باه ما يبقاش الهواء بين الثوم، باه ما تعفن لكمش الثوم نتاعكم وتبقى محافظه على يعني يبقى كأنه جديد ما يخسر لكمش. المهم بقاو بالملعقه ورصوه مليح، ما لازمش يبقى خلاص الهواء بين الثوم. بعد ما نعمر هذه العلبه هذه نعمرها مليح بالثوم، راح نحط عليها الزيت من فوق يا البنات ونغطيها نقفلها عادي ونحطها في الثلاجه. هذا الثوم هذا البنات يبقى لي مده طويله، يعني يروح لي حتى لشهر شهر ونص، ما يفسد ما يخسر ما يتعفن ما حتى حاجه، غير انه لما تشوفوا زيت الزيتون نتاعكم نقص عليه. شوفوا كيف راني حطيته، يعني حطيت كامل زيت زيتون عليه من فوق، لازم نغطيه. لما تشوفوا انه زيت الزيتون نتاعكم نقص عليه زيدوا له شويه وحطوه في الثلاجه عادي وتستعملوه استعمالات يوميه. الطريقه الثانيه راح جبت انا علبه بلاستيكيه اللي تروح للمجمد، وحطيت هذا الكميه اللي بقات لي نحطها كامل في هذه العلبه هذه ونسوي لها السطح بنفس الطريقه يا البنات، يعني بواسطه الملعقه او سباتولا كما هكذا. رصوها مليح، ما تخليوش الهواء يدخل بين الثوم، يعني ما تخليوش فراغات كما راكم تشوفوا. يعني طريقه والله العظيم لا سهله، يعني تقدر اي اخت حتى المبتدئات يقدروا يديروها، يعني ما فيهاش يعني حاجه كبيره. هنايا بواسطه الموس راح نقطعوا كيما هكذا، ندير له خطوط باه لما بعد التجميد نجي نقطع هذا الثوم هذا يجيني سهل ويكون ديجا فيه الخطوط. وزيت الزيتون يا البنات الوظيفه الثانيه نتاعو انه يسهل لكم التقطيع نتاع الثوم بعد التجميد، يعني حتى ويكون جامد يكون سهل التقطيع. راح نغطيه ونحطه في المجمد لحين الاستعمال. بالنسبه للطماطم يا البنات انا حنقول لكم باللي الطماطم ما نخبيهاش دائما في المجمد، يعني احنا هنا متوفر عندنا بكميات كبيره والاثمنه نتاعها مش غاليه فالطماطم انا غير كيعود عندي كميه كبيره هنايا
كيما هكذا وتكون طيبه، يعني راح تخسر لي ونخليها تخسر لي، فنخبيها وندير لها هذه الاستعمالات. تقدروا بهذه الطريقه اللي حنوريكم دوكا تحطوها في الثلاجه، يعني ما تفسد لكمش، غير انكم تزيدوا لها شويه تاع الملح فقط. انا هنايا جبت هذه الطماطم تاعي، غسلتها ونقيتها بهذه الطريقه هذه، نحيت لها جميع الشوائب وحنحطها في الكسكاس تفور، يعني ماشي طيب يا البنات، غير تدي هذيك الصهده باش يتنحى لكم القشر نتاعها بسهوله. كما راكم تشوفوا انا خليتها حتى بردت لي شويه وبديت نقشر فيها، راهي ساهله خلاص. والمهم حنرحيها في هذا البوتي بلندر هذا ولا الطاس هذا تاع الروبو الخاص بالعصائر، نرحيها مليح. وبعد ما نصفيها انا هنا ما راحش ندير لها التوابل ولا ملح ولا اي حاجه، راح نرحيها ونصفيها ونخبيها مباشره حتى نستعملها في عده استعمالات. ضروري جدا من انكم تصفيوها يا البنات، لانه دائما لما ترحيوها تبقى هذيك الزريعه تاع الطوماطيش تبقى يعني كاينه، ما تترحاش حتى ولو كان الروبو تاعكم يعني ذو جوده عاليه تبقى لكم زريعه. كما قلت لكم راح نخبيها هكذا بدون لا ملح ولا يعني لا ملح ولا توابل، حتى نقدر نستعملها في الشوربه، نقدر نجبدها وندويها جديد ونحطها نديرها يعني صوص طوماط تاع البيتزا، نقدر نديرها في الكوكا، يعني تكون لها عده استعمالات. يعني هذيك اللي تكون فيها توابل تكون استعمالاتها محدوده. والمهم هذه الطريقه هذه يا انا ديتها للام نتاعي، الام نتاعي قبل كانت تدير دائما هذه الطريقه هذه، تخبي الطماطم بهذه الطريقه. اما هنا فالطماطم دائما متواجده والاثمنه تاعها يعني مش غاليه، وحتى الطريقه هذه يعني توفر لكم شويه وقت في الايام الاخرى، خصوصا الاخوات العاملات. بالنسبه للبنات اللي هنا الدبشه تاعي، انايا غسلت الدبشه هذه ونقيتها، نحيت لها جميع الاعواد نتاعها و يعني نحيت لها جميع الشوائب اللي كانوا فيها. كما راكم تشوفوا غسلتها مرتين، يعني دو فوا غسلت وشللت وزدت عاودت غسلتها مره اخرى ونحيت لها هذوك الاعواد نتاعها هذوك مليح، وخليتها استقطرت لي في القطاره. وبعدين حطيتها في البلاطو هذا، درت لها البابي هذا ورق المطبخ او لي سويتو هكذا باش تشرب لي هذاك لي سويتو يشرب لي هذاك الماء كامل اللي فيها. لازم وضروري جدا انها تكون ناشفه يا البنات حتى ما تتعفن لكمش. المهم راح نحطها في هذه العلبه هذه درت فيها ورق المصاص، والورق المصاص هنا هو ورق المطبخ هو الوظيفه نتاعو انه يخلي لكم الدبشه نتاعكم دائما ما فيهاش رطوبه ويتشرب جميع الرطوبه اللي في الثلاجه، لانه انا هنا ما نخبيهاش في المجمد يا البنات، نحطها في الثلاجه فقط. وهذه الاستعمالات هذو انا نديرها استعمالات دائما، يعني كل ما نشري الدبشه والمعدنوس نديرها بهذه الطريقه هذه سهله، وما نضلش كل مره نجبد ونقطع ونغسل يعني هكذا تكون لي ديجا واجده. ندير في جهه المعدنوس بهذه الطريقه هذه، والجهه الاخرى ندير الدبشه. معروف علينا انه دائما الدبشه نستعملوها في تقريبا جميع الاطباق الجزائريه. بعد ما نخبيها كما هكذا في البواطه هذه البنات، نغطيها ايضا بورق المطبخ او هذا لي سويتو، نغطيها ايضا نغطيها يعني بالقفل نتاع العلبه ونحطها في الثلاجه. هذه الطريقه هذه تروح للدبشه حتى ل 15 يوم، يعني تقدروا ديروا تخدموا الدبشه كما هكذا والمعدنوس تخبيوها تاع 15 يوم، ما تفسد ما تتعفن ما تدير الماء ما تدير والو يا البنات. هايله هذه الطريقه هذه، يعني الطريقه المعتمده عندي دائما. والمهم هذو هما الطرق اللي حبيت نشاركهم معاكم، ان شاء الله يعجبوكم وينالوا رضاكم. نقول لكم ان شاء الله
في الفيديوهات القادمه، فيديو جديد، وصفه جديده ان شاء الله. ونقول لكم تهلاو في رواحكم، ما تنساونيش بلايكاتكم وتعاليقكم واشتراكاتكم وتبارطاجيو لا فيديو مع احبابكم. ونقول لكم سلام.